يا جماعه، انا اكدت شويه على الزنا عشان الكيرف بتاعه عالي قوي قوي دلوقتي غصب عننا، ربنا يا رب يستر علينا وعلى المسلمين. بس انا بتكلم على التوبه اللي بتحرق لحد ما تتوب وتبقى موجوعه لدرجه ان لو اتقسمت على 70 واحد توبه عظيمه عمل قلب، ايه ده؟ مش متوقفه على الزنا بس. اللي مقصر في الصلاه محتاج يتوب، اللي مقصر في بر الوالدين محتاج يتوب، اللي ما بيغضش بصره وبيعمل ذنوب خلوات محتاج يتوب، اللي بيشرب من اول السجاير لحد الخمره مرورا بالمخدرات محتاج يتوب، اللي ما بتلبسش حجاب يرضي ربنا محتاجه تتوب، اللي بيعمل علاقات محرمه حتى لو ما دون الزنا محتاج يتوب. كل ده يا جماعه احنا محتاجين نتوب، نرجع لربنا عز وجل. قلوبنا تتحرق زي ما صاحب الرغيف وماعز والغامديه قلوبهم محروقه. الحرقه القلب دي هي اللي بتودي الجنه، حرقه القلب دي هي اللي بتخلي التوبه تستمر. كل واحد فينا، مش بس أصحاب الجريمة الشنعاء دي، لا، ده كل واحد فينا عمل ذنب أو بيصر على ذنب محتاج يتوب، محتاج يرجع لرب العالمين عز وجل وقلبه يتقطع. الندم ده الحرقة اللي خلته يمشي يسجد ويروح ويتصدق بالرغيف اللي هو ممكن كان فيه بحياته، واللي خلى ماعز يجود بنفسه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول على الغامدية لقد جادت بنفسها لله. انت عايز أكتر من كده ايه؟ هي دي ندم. تلاقي الواحد بقى يتوب بس يعني بواقعية، يتوب يترك الذنب، تلاقيه قلبه بيتقطع. اللي قلبه بيتقطع ده هل هيرجع للحاجات اللي خلته يقع في الذنب قبل كده؟ لا، هتلاقيه بيعمل حسنات يكفر بيها عن الذنب.